فضيحة رامز جلال، تحرش لفظي ومطالبات بوقف البرنامج فوراً. معقول اللي شفناه في حلقة أسماء جلال وحلقة هنا الزاهد يوصل للدرجة دي؟ صدمة حقيقية خلت السوشيال ميديا تطالب بوقف البرنامج فوراً. البداية كانت بمقدمة رامز اللي الجمهور شاف إنها تخطت كل الخطوط الحمراء وألفاظ ما ينفعش تتقال في رمضان والعيلة كلها ملمومة قدام التلفزيون. تحرش لفظي صريح وإهانة لكرامة الفنانة، والناس ابتدت تسأل هو إزاي فنانة توافق يتقال لها يا بت وتسكت على الإهانة دي؟ والمفاجأة إن الزملاء في الوسط الفني مكسوفين. رندا البحيري كتبت بوست ناري وقالت أنا دمي محروق يا فنانة، انت إزاي قبلتي كده؟ والمشكلة مش في المقدمة وبس، الكارثة الكبيرة حصلت جوه المقلب نفسه لما أعصاب فنانة زي أسماء جلال فلتت وبدأ سيل من الألفاظ الخارجة اللي صدمت المشاهدين، لدرجة إن في مطالبات رسمية دلوقتي للدكتور أشرف زكي بتحويلها للجنة التأديب فوراً عشان يوقف المهزلة دي. السوشيال ميديا مقلوبة والناس بتقول ده ابتذال مش كوميديا.